واحده من الفاليوز اللي المهندس الموقع او شركه التشطيبات اللي ماسكه موقعك وشقتك لازم يقدمها لك، ان هو يستغل المكان والمساحه كويس جدا، وان هو يبقى في نفس الوقت وهو بيستغل المكان يبقى عامل ماتشنج ما بين الماتيريالز والالوان في المكان. بص بقى، هنا في ريسبشن من احد المواقع اللي احنا بنسلمها النهارده في التجمع الخامس. تعالوا اقول لكم احنا عملنا ايه في التجليه دي والمكان ده. احنا كان هنا في عمود خرسانه لحد هنا بالظبط. اول حاجه عملناها قلنا لا، احنا هنكمل ده كله جبسن بورد، وبعد كده ناخد الخوارنا ده في النص تمام، مدهون لونه بني كده عشان يبقى فوكال بوينت على اللي داخل، وناخد بقى الحته اللي جوه دي مش بديل رخام، ده كونتر مكبوس اتش بي ال رخامي. نفس الفكره هنا واخدينه مع الوحده ده، خدنا نفس الماتشنج مع دي في نفس الوقت. برده الوحده دي ماشيه مع البورسلين اللي موجود الهندي، يعني انت توفق ما بين البورسلين الهندي بالعروق بتاعته مع الوحده اللي هنا، ده شيء كويس جدا. بعد كده لما خدنا المكان ده لسه هنحط فيه ارفف ازاز مع انتيكس يبقى شكلها شيك جدا. عندك بقى المكتبه هنا، المكتبه هنا احنا واخدين الالوان كلها بريس في الشقه، والحوائط كلها ابيض، فلازما من الوان المتناسقه واللي بتبقى ماتشنج جدا مع البريز اللون الجري. طيب حطينا الجري هنا في تجليده دوكو فرن زي ما انت شايف، شكلها حلو قوي، حتى تحسها جاهزه من كتر الفينش الكويس بتاعها. خدنا بعد الشرايط زي ما انت شايف كده باللون الاسود عشان تبقى ماتشنج مع الاضاءات الكهرباء اللي موجوده في السقف، يعني كل حاجه بتبقى ليها حاجه، مفيش حاجه بتيجي عشوائيه كده وخلاص. خدنا بعد كده بقى هنا بانوهات يمين وبانوهات شمال، الدنيا ما تزحمش معايا في الشغل. فايه رايكم في التجليده الجميله دي؟ قبل ما تقفل الفيديو تعال اخدك على المرايه الجميله اللي هنا موجوده هنا. المرايه سامبوكسات بقى، قلنا نكسر شويه بدل المرايات اللي هي اشكالها تقليديه، عملناها حائط فريم من البانوهات وحطينا فيها السامبوكسات الجميله دي، تبقى شيك قوي لما تحط هنا الباف في المكان ده.